الواحد كي يجي يخمم يبني خطة كاملة، يخدم شهور وتعب وتكتيك ويوصل للأمتار الأخرانية متاع الموسم. وين الغلطة بحسابها؟ وفجأة قبل 24 ساعة برك من أهم ماتش يلقى زوز من أهم العرس اللي باني عليهم الجمعية طاحوا. أي ضربة خايبة برشا ومش وقتها جملة. بالضبط، وهذا هو الكابوس اللي قايم عليه الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي اليوم. ضربة مزدوجة في الخط الخلفي قبل ساعات قليلة من الكلاسيكو الحاسم ضد النادي صفاقسي. صحيح، كابوس بأتم معنى الكلمة للإطار الفني. اليوم وبناء على المعطيات والتقارير اللي بين يدينا باش نغوصوا في تفاصيل هالزلزال الصغير. الهدف متاعنا في هالقراءة المتأنية مش إن نسردوا الأخبار هكا برا، بل نحبوا نفهموا كيفاش تفصيل بسيط ينجم يقلب موازين القوى في سباق البطولة ويخلط أوراق التأهل لدوري أبطال إفريقيا بطريقة ما تخطرش على البال. يعطيك الصحة. على خاطر الكرة الحديثة عمرها ما كانت مجرد خطط تترسم على الورق ولا في السبورة في الفستير. أي هي بالأساس إدارة أزمات مش هكا. بالضبط، هي قدرة على التعامل مع المفاجآت في وقت قياسي. كلاسيكو الترجي والنادي صفاقسي عمره ما كان مجرد ماتش متاع 3 نقاط، لكن في الظرف هذا بالذات ومع بقاء جولات قليلة على نهاية الموسم هو منعرج حاسم على الآخر. منعرج ينجم يحدد برشا حاجات. ايه، والمفاجآت اللي صارت توا في معسكر الترجي باش تعطينا فرصة باهية باش نشوفوا كيفاش الجمعيات الكبيرة تتعامل مع الضغط العالي وقت اللي كل شيء يمشي عكس التيار. باهي، خلينا نحط المعطيات على الطاولة ونفكها نقطة بنقطة. التقارير تأكد اللي الترجي باش يدخل الكلاسيكو ناقص زوز ركائز أساسية من العيار الثقيل. زوز ملاعبية ما يتعوضوش بسهولة أي، الأول هو حارس المرمى الأساسي البشير بن سعيد اللي ضرب ضربة عضلية في التدريبات الأخرمية ومازال يستنى في الفحوصات باش يعرف وقتاش يرجع. والثاني هو المدافع محمد دراغر اللي تعرض لإصابة على مستوى الكتف في الماتش الأخراني ضد النادي البنزرتي وتأكد رسميا الغياب متاعه. زوز إصابات في وقت حساس وكل واحدة عندها أسبابها. خلينا نكونوا واضحين هوني. الدفاع كان كنشوفه كيما برج الجينجا، فهمتني؟ تبدأ تنحي منه في القطيع بشوية بشوية، تنحي الحارس اللي هو السيس، وتزيد تنحي مدافع مهم. الطرح كله يولي يتراش مع أي هجمة. تشبيه الجينجا في محله برشا والله. الدفاع مبني أساساً على الثبات والتجانس، وإذا باش نحلوا الزوز إصابات نلقاو اللي فما فرق جوهري بيناتهم، والفرق هذا يطرح برشا تساؤلات للمتابعين. كيفاش؟ فسر لنا أكثر. شوف، إصابة محمد راغر في الكتف جات من احتكاك بدني مباشر، يعني التحام في ماتش رسمي ومهم ضد النادي البنزرتي. إيه، ماتش كاسح كان. بالضبط، هذا يتسمى سوء طالع كروي أو ضريبة اللعب والمنافسة، حاجة المدرب ديما يحطها في الحسبان قبل الماتش. أي ملاعبي ينجم يتضرب في التحام عادي جدا في الكورة. واضحة هذه، يعني إصابة دراغر تنجم تقول عليها قضاء وقدر، كورة وفيها احتكاك. لكن وقت اللي نجيو لإصابة بن سعيد، الموضوع يولي عنده أبعاد أخرى، أليس كذلك؟ اكزاكتومون، يعطيك الصحة. هوني مربط الفرس. إصابة البشير بن سعيد عضلية وجات في حصة تدريبية قبل الماتش. هذا يضرب ناقوس الخطر ويعطينا مؤشر واضح على حالة الإرهاق اللي وصلوا لها الملاعبية. يعني البدن ما عادش يجاوب. إيه، الإصابات العضلية في أواخر الموسم وفي التدريبات بالذات معناها الماكينة تعبت، الحمل البدني عالي برشا وفترة الاسترجاع ما كانتش كافية جملة. وهني نلقوا روحنا نحكيو على ضريبة اللعب على وجهات متعددة وتراكم الماتشوات ورا بعضهم. بالضبط، العضلة في تترشق وحدها في التريننج من غير احتكاك، هذا دليل قاطع اللي فما ضغط بدني كبير. الملاعب يولي يلعب في الروج كما نقولوا. امم هذا يخليني نخمم في حاجة أخرى بعيد شوية على العضلات والتكتيك. زعما شنو الإحساس توا داخل الفستير؟ سؤال مهم برشا هذا. خاطر حارس كيما بن سعيب مش مجرد ملاعب نشد الكورة، هو اللي يوجه في الدفاع، هو اللي يطلب الخروج، هو الصوت اللي يسمعوه المدافعين وراهم ديما. إيه، هو القائد الفعلي التالي. غيابه فجأة هكا أكيد باش يعمل رجة نفسية للخط الخلفي كله، المدافعين باش يحسوا بنوع من الفراغ. الرجل النفسية هذه هي التحدي الأكبر صراحة. في الكورة الحارس هو مصدر الثقة. المدافعين متعودين بآليات معينة مع بن سعيد، يعرفوا وقتاش باش يخرج، يعرفوا كيفاش يطلب الكورة في التغطية. حافظين بعضهم كيما نقولوا. إيه، حافظين بعضهم عن ظهر قلب. كي تبدأ للحارس قبل ساعات من كلاسيكو الآليات هذه الكل تتهدم.
الحارس المعوض مهما كان اسمه باش يدخل تحت ضغط رهيب. والمدافعين زادة باش يكونوا متوترين. بالضبط، المدافعين باش يبداو يلعبوا بحذر مبالغ فيه لأنهم مش حافظين طريقة لعب الحارس الجديد 100%. وهذه النقطة بالذات المنافس باش يحاول يركز عليها ويستغلها من الدقائق الأولى متاع الماتش. وهوني بالضبط لازمنا نربطوا هالأزمة بتوقيتها. علاش الغيابات هذية تتسمى كابوس في الوقت الحالي بالذات؟ خلينا نشوفوا الترتيب، خاطر الأرقام هي اللي تعطينا حجم الضغط الحقيقي. الأرقام ما تكذبش، وهي اللي تصنع الفارق توا. إيه، نحن توا في الجولة 27، معناها مازالوا 4 جولات برك والموسم يوفى. الترجي في المركز الثاني ب56 نقطة، وراهو يتنفس في رقبة المتصدر، الفارق 3 نقاط برك. 3 نقاط تتجاب في ماتش واحد، لكن زادت نجم تضيع كل شيء. ومشيرة الأخرى النادي صفاقسي شد المركز الثالث ب52 نقطة، معناها الترجي ما عنده حتى همش للغلط. تعادل ولا خسارة ينجموا يخرجوه من سباق البطولة جملة وتفصيلة. الأرقام هذه تخلي الماتش حرفيا حابس للأنفاس للي يتبع في الكورة. الترجي يعرف اللي 3 نقاط فرق مع المتصدر على بعد 4 جولات، معناها لازمك تجيب العلامة الكاملة وتستنى عثرة المتصدر. أي نقطة تضيع اليوم البطولة تنجم تضيع معاه، واضحة. أي الترجي مطالب باش يهاجم ويصنع اللعب باش يربح، لكن في نفس الوقت دفاعه ناقص ركائز أساسية. هذا يخلق اختلال توازن. كيفاش باش تهاجم وكل ثقلك وانت خايف على دفاعك للتالي؟ لحظة برك، خلينا نقلبوا الآية ونشوفوها من زاوية النادي الصفاقسي. الناس الكل مركزة اللي الترجي مضغوط باش يخلط على البطولة، لكن النادي الصفاقسي عنده 52 نقطة والترجي 56. أي الفارق 4 نقاط. يعني الفارق 4 نقاط برك. هل هذا ما يعنيش اللي صفاقسي باش يلعب الماتش وكأنه مسألة حياة أو موت، فرصة العمر باش ينقذ موسمه، يفك المركز الثاني اللي هزه رابطة الأبطال الأفريقية وربما يقرب أكثر للصدارة؟ تحليل دقيق جدا اللي تقولي فيه. يعني صفاقسي باش يشوف غياب بن سعيد ودغاغر كأنها هدية طاحت من السماء ولازم يستغلها بأي طريقة. يعطيك الصحة. النادي الصفاقسي باش يدخل الماتش بعقلية الفرصة الأخيرة. لو كان الصفاقسي يربح الفارق مع الترجي يولي نقطة واحدة برك، نقطة واحدة قبل 3 جولات من النهاية، تقلب الموازين النفسية وتدخل الترجي في دوامة شك، وتخلي صفاقسي يطمع أكثر في المرتبة الثانية. بالضبط. المهاجمين متاع صفاقسي راهم توا يحضروا في رواحهم باش يجربوا يشوطوا من بعيد، باش يختبروا الحارس الجديد، وباش يحطوا ضغط عالي على المدافعين اللي باش يعوضوا الغيابات، خاطر يعرفوا اللي فما ارتباك. الضغط اللي كان مسلط على الصفاقتي باش يتبدل لحافز هجومي كبير ليهم. أي الماتش باش يكون مفتوح وصفاقسي باش يلعب الكل في الكل. باهي، كي نحكيو على الارتباك والآليات اللي تتهدم، هذا يطرح سؤال كبير على العقل المدبر. باتريس بوميل مدرب الترجي كيفاش باش يتصرف في هالمعمعة هذه الكل؟ المدرب توا في موقف لا يحسد عليه، لازم يلقى حلول سحرية. خاطر المعضلة الكبيرة اللي المصادر متاعنا تأكدها هي أنه غياب بن سعيد ودراجر مش مربوط كان بالكلاسيكو غدوة. الغياب باش يمتد للماتش اللي بعده ضد شبيبة العمران. وهذه نقطة تزيد صعب المأمورية. يعني المدرب مش باش يرقع على الماتش برك وتتعدى، لازم يلقى حل جذري لزوز ماتشات حاسمين في ظرف أسبوع. كيفاش تنجم تعاود تبني منظومة دفاعية في 48 ساعة؟ شبه مستحيل انك تبني منظومة دفاع فردية وتخلق تجانس جديد في يومين. هذاك علاش التحدي قدام باتريس بوميل مش باش يكون مجرد تبديل ملاعبي بملاعبي. مش مجرد تعويض مراكز. بوميل باش يلقى روحه مضطر يبدل طريقة اللعب كاملة في الشق الدفاعي، وقت اللي تفقد الثقة في الفرديات خاطروا مش مستنسين يلعبوا مع بعضهم. هوني الحل التكتيكي هو أنك تعتمد على التغطية الجماعية. يعني قصدك باش يتيح البلوك ويطلب من وسط الميدان باش يوخر أكثر ويعاون الدفاع. بالضبط، باش يولي يضحي بشوية من القوة الهجومية متاعه ويطلب من ملاعبي الارتكاز في الوسط باش يكونوا قراب برشا للخط الخلفي باش يحميوا الحارس المعوض والمدافعين الجدد ويقصوا المساحات. لكن هذه مغامرة زادة. الترجي مطالب باش يربح، وكي توخر التالي تنجم تقبل اللعب وتعطي ثقة للصفاقسي باش يهاجمك أكثر. مغامرة كبيرة، وهون التوازن هو شعرة معاوية اللي بوميل لازم يلقاها. والمشكلة الأكبر اللي المدرب ما ينجمش يحط تركيزه 100% على كلاسيكو صفاقسي وينسى شبيبة العمران.
خاطر شبيبة العمران باش تكون قاعدة تتفرج وتاخو في الملاحظات، فريق باش يجيك بعد كلاسيكو شاق وانتي مستنزف بدنيا وذهنيا ومازالوا الركايز متاعك غايبين. هذا فخ كلاسيكي في الكورة بصراحة. تماما. الكلاسيكو باش يستنزف ثقة كبيرة من الملاعبية بدنيا وعصبيا. شبيبة العمران باش تلعب على ورقة الإرهاق هذه في الماتش اللي بعده. يعني المشاكل باش تتراكم. أيه، وهنا تبرز الأهمية القصوى لموضوع العمق البشري للجمعية، البنك متاع الترجي. هل الترجي عنده بنك احتياط قادر يعوض لاعبين دوليين في أقصى فترات الضغط؟ هذا هو السؤال المطروح توا. هل الملاعبية المعوضين عندهم الكوراج والشخصية باش يهبطوا في ماتشات حاسمة ويهزوا الجمعية؟ هذا الامتحان الحقيقي اللي باش يجاوبنا عليه الماتشات الجاية. البطل مش اللي يربح كي يبدأ وملاعبيته الكل حاضرين، البطل هو اللي يعرف يوقف على ساقه كي تضرب العواصف. كلام يوزن ذهب والله. المشهد معقد برشا، الحسابات متداخلة والأطراف الكل عندها ما تربح وعندها ما تخسر. الأكيد أنه هالكلاسيكو باش يكون معركة تكتيكية وذهنية من أعلى طراز. معركة ما فيهاش رحمة، واللي يغلط يخلص كاش. للتذكير بالتفاصيل العملية والموعد للي يتبع فينا، الماتش بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي مبرمج لغدوة الخميس 30 أبريل 2026. الكورة باش تدور مع 3:30 متاع العشية بتوقيت تونس، اللي هي 5:30 بتوقيت القاهرة، في الملعب الأولمبي برادس بطبيعة. ملعب رادس هو اللي باش يحتضنها القمة الكروية المنتظرة. وقبل ما نختموا فما فكرة حاب نثيرها وتتبنى أساساً على اللي كنا نحكيو فيه على نوعية الإصابات هذه بالذات. تفضل نسمع فيك. كي نشوفوا البشير بن السعيد يتضرب إصابة عضلية من كثرة التعب، ودراغري تضرب في التحام بدني قوي، هذا يطرح سؤال جوهري على طبيعة الأمتار الأخيرة من البطولة التونسية. سؤال كيفاش؟ يعني هل ما زلنا نحكيو على صراع تكتيكي بين مدربين، خطط وأفكار، أم أنه السباق تحول إلى حرب استنزاف بدنية خالصة؟ تقصد اللي تتويج ما عادش مربوط بشكون يلعب كرة أحلى، بل بشكون ينجم يوقف على ساقيه الأخر؟ هذه هي الفكرة اللي نحب نوصل لها. في الجولات الأخرانية الفريق اللي بش يهز البطولة مش بالضرورة هو الفريق اللي عنده التكتيك الأذكى أو الملاعبية اللي عندهم مهارة أكثر. المهارة تولي ثانوية قدام التعب. بالضبط. البطل بش يكون الفريق اللي تمتلك عضلاته وملاعبيته القدرة على عدم الانهيار قبل خط النهاية، اللي نجم يتحمل الضربات والإرهاق والضغط العصبي ويبقى واقف. هو اللي بش يتوج. هي حرفياً معركة بقاء للأصلح بدنياً. هذه فكرة تخلي الواحد يعود حساباته الكل بصراحة ويشوف الكورة من منظور آخر تماماً، مش شكون يماركي أكثر ويصنع فرص، بل شكون يتحمل الوجيعة أكثر ويبقى صامد. الصمود هو الكلمة المفتاح هون. سؤال يبقى مطروح لغدوة العشية وقت اللي يزفر الحكم وتتضح الرؤية على أرض التيران. قراءات خلينا نستناو الماتش على أعصابنا. ملتقانا في مواعيد جاية باش نزيدوا نفككوا شفرات الكورة وتفاصيلها.